مين ما بيحبش البانكيك؟ وصفة سهلة وسريعة في فطار، تبقى تمام وتخلي المزاج حلو كده مع كوباية قهوة. جعانين بالليل في ثواني نحضرها، حتى والله لو في غدا مش هتقول لأ. مغذية ومفيدة جدا. أهلا بيكم، أنا سارة، ووصفة النهاردة هتكون بانكيك بصوص الفراولة. زي ما انتم شايفين شكلها رائع جدا، والطعم حكاية. حتى لو جايلكم ضيوف تقدروا تعملوها، بسيطة وسهلة، مكوناتها متوفرة في كل بيت. يلا نبدأ نشوف ازاي هنعملها. اول حاجة هنبدأ بيها طبعا هي المقادير. محتاجين فيه كوباية ونص من اللبن، 2 بيضة، طبعا كل المكونات هتكون بحرارة الغرفة، نص كوباية من السكر، ممكن نزود وممكن نقلل على حسب الرغبة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، فانيليا، تلت كوباية من الزيت. ولو عايزينها تكون دسمة اكتر او عايزين طعمها يكون غنية اكتر، ممكن تعملوا ميكس بين الزبدة وبين الزيت، واكيد تنفع زيت بس او زبدة بس. والدقيق هنحتاج منه كوبايتين ونص، ممكن نزود معلقة أو نقلل معلقة على حسب القوام. في بولة أو طبق كبير هنضيف الزيت، البيض، اللبن، فانيليا، السكر ورشة الملح. هقلب كل حاجة كويس جدا مع بعضها، وممكن نضربها بالهاند بلندر، وممكن كمان نحطها في الخلاط، هتكون سريعة وسهلة معانا. كل حاجة مع بعضها حتى الدقيق كمان، ومحتاجناش غير حاجة واحدة عملنا فيها الوصفة، والطاسة اللي احنا هنسوي فيها. مش هضيف كل كمية الدقيق مرة واحدة، كوبايتين الأول من الدقيق، ومعاها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وممكن أضيف كوباية الأول من الدقيق وأقلب، وبعد كده الكوباية التانية، عشان ما يبقاش عندي كتل كده، وتسهل معايا ان انا اقلب كل حاجة مع بعضها. ويفضل كمان ان انا انخلها عشان ما تكتلش معايا، ونقلب بمضرب عشان كمان تسهل ان كل حاجة تمتزج مع بعضها. انا ضفت هنا كوبايتين معاها البيكنج باودر وقلبت، بعد كده ضفت النص كوباية من الدقيق وقلبت. عشان نكمل الوصفة محتاجين صوص من الفراولة، وهتلاقوه موجود ان شاء الله على القناة. وعشان نعمل الشكل بتاعنا قدامنا حلين، ممكن نحطها في قمع التزيين ونستخدم الجزء الرفيع خالص اللي فيه فتحة دورية رفيعة كده، او نعمل قرطاس كده من الورق ونفتح فتحة صغيرة خالص خالص. حسيت ده كان سهل في التعامل اكتر، فالمتوفر عندكم تقدروا تستخدموه. بعد كده في طاسة سخنة جدا على النار، حطيت عليها معلقة صغيرة خالص من الزيت ومسحتها وسبتها كمان تسخن، ده كله على درجة حرارة وسط. مش عايزين الطاسة بتاعتنا تسخن جامد جامد وعلى حرارة عالية قوي. بعد كده اوطي الحرارة، اضيف الخليط بتاعي، الاقيه خلاص اتحرق معايا واخد لون من تحت مش حلو، ولسه اصلا كمان ما استوتش معايا. وخصوصا كمان ان الخليط اللي احنا عاملينه تقيل شوية، فعايزينه ان هو يستوي براحته عشان ما يبقاش ني من جوه. انا عايزاها على درجة حرارة وسط تسخن براحتها خالص. امسح الطاسة بالزيت واسيبها كمان تسخن براحتها خالص عشان تعملي طبقة عازلة. بعد كده هبدأ اضيف الكمية اللي انا محتاجاها. الكمية اللي هتضيفوها هي اللي هتتحكم في حجم البانكيك في النهاية. وبظهر الكبشة او بظهر الحاجة اللي انا ضفت بيها الخليط، ابدأ احدد الشكل الدايرة واظبطه كده. على طول قبل ما تستوي هنجيب الصوص ونبدأ نعمل فيه دوائر بالشكل ده، شكل حلزوني كده، ان احنا نبدأ من النص لحد ما نوصل للأطراف، او من الأطراف لحد ما نوصل للنص. وهسيبها لحد ما تكون استوت، خدت لون من تحت وبدأ يبان عندي فقاقيع كده. هقلبها على الناحية التانية. في عندنا مشكلة، الشكل مش هيحتفظ بنفس الشكل من زي ما انتم شايفينه كده، بس هي هتشرب الصوص، والصوص هيبقى داخل جوه البانكيك وهيكون طعمها حلو. اما لو عملتوها بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها عشان يطلع الشكل في النهايه زي ما احنا عاملينه دلوقتي، بسيبها تستوي تماما على درجه حراره هاديه زي ما بنعمل القطايف كده، ان احنا ما بنقلبهاش على الناحيه التانية. نغطي الطاسه بتاعتي عشان تساعد انها تستوي كويس من جوه وتحافظ كمان على الشكل. حطيت صوص الفراوله كده وكريمه على الوش، وقدمتها بطريقه تانية، ان انا حطيت برضو كريمه على الوش ومعاها قطع من الفراوله، والبانكيك اللي حافظنا على الشكل بتاعه كده، ما قلبناهوش على الناحيه التانية. ما حاولتش طبعا ان انا اداريه باي صوص وباي حاجه، حبيت ان انا اقدمه كده. وده الشكل النهائي لوصفه النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا منها، ويا رب تكون عجبتكم. قابلكم ان شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفه، وسلام عليكم.